مرحبا، اهلا بكم قناتي يوميات وحده سنين. اليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح نقعد نسولف بيه انا وياكم، فاعذروني عن الاصوات اللي راح تسمعوها، صوت الكرسي وصوت الشارع، اكو صوت عصافير وهالسوالف. اليوم حابه احكي وياكم بموضوع جديد ما حاكي عنه قبل، بس حابه احكي عن صحتي بشكل عام. قناة يوميات وحدة السمينة، كل المتابعين اللي بيها، مو كلهم بس أغلبيتهم، جذبهم العنوان، أو يعني تعرفنا عن طريق مثلا قناة مشتركة، بس المهم العنوان عجبتكم الغاية، تريدون تضعفون، انتوا عندكم مشكلة بالوزن أو بالصحة بشكل عام تريدون تضعفون. المحتوى اللي دا أنزله هسه أغلب الأوقات ما له علاقة بالضعف، أغلبيته لوجات، تحديات، أشياء بالبيت. حقكم ما تتابعون، لذلك المشاهدات قلت، وحقكم ما تتابعون. انتوا جايين على مود تريدون تضعفون، ما تريدون تباعون فلوجات او هيك شيء. اوكي، اني فاهمه هذا الشيء، لكن هسه بالفتره الاخيره دا تجيني تعليقات نقد، هي مو تعليقات، اني عادي اتقبل النقد، يعني صدقوني اتقبل اقوى من هيك نقد، لكن مو عدل انه انتوا تقيسون مشاهدات عملية قص المعدة أو مشاهدات ما قبل مع كورونا، تقيسوها هسه كل شي تغير، هسه نفسية الناس تغيرت، هسه الأشياء اللي العالم يدورون عليها يدورون إنه يهربون من الواقع. هسه إحنا محبوسين، إحنا نعاني من تضامن اكتئابي، يعني ما تعرفون ايش قد توصلني رسائل من متابعات يقولوا لي نون احنا مكتئبين، عندنا كآبة، دا احس نفسي مخنوقة، ما دا اقدر احكي. اني مثلكم، اني هم مخنوقة، اني هم تعبانة. اليوتيوب متعب، اليوتيوب كلش متعب بشكل ما اعرف شلون القنوات الباقية يقدرون يستمرون. لو تتبعون هذا القميص مالتي هدومي معلقة، ما اعرف شلون القنوات الباقية يقدرون يستمرون. يمكن عندكم خطة، ملتزمين بجدول، تصورون اكثر من فيديو وتنشروا، ما اعرف الخطة شلون، بس بالنسبة لي اليوتيوب متعب لصحتي النفسية، اضافة الى انه شلون اقول لكم اياها، شعري دا يوقع من التوتر من العملية. دا اشوف ناس هواية دا يضعفون مسوين العملية ورايا، وصلوا ل60 كيلو واني لساتني على 79. الاحباط مو طبيعي. صار لي يومين دا اعاني من حموضة بالمعدة. الحموضة هاي البارحة، وعلى فكرة راح اسمعكم صوت، بس راح تلعب نفسكم، بس هاي طول الوقت عندي هاي البيربينج، شنو دريوعة، بس وياها حموضة. ضيفوا فوقاها التوتر مال اليوتيوب، ضيفوا فوقاها الاحساس بالاكتئاب، ضيفوا فوقاها الحبسة مالتنا هنا بالبيت. تقريبا صار لنا 4 ايام ما عندنا مسواق. اني دا اسوي يوتيوب، دا انزل فيديوهات على اليوتيوب حتى اتونس، ما عندي غاية ثانية غير انه اتونس. بعدين فوق هذا كله دا احاول انملم روحي، دا احاول انه اوكي دا احاول انه اوفق بين حياتي الخاصة وبين الاشياء اللي انشرها واشاركها وياكم. اعرف كل زين اكو هواية عالم يقولوا لي انه انتي كلش طاقة ايجابية، صوتك حلو، واعرف ايش، هذا فتشي كلش حلو، فتشي يعني افرح بيه، يسعدني، بس يخليني تحت ضغط، يخليني انه دائما لازم اراويكم مرحبا، يعني اراويكم هذا الجانب المفرح. بس انا مو كل الجوانب اللي عندي مفرحة. مثلا صار لي يوم اني بدا اكل ولا دا اشرب، لان اخاف اقف على الميزان واشوف انه وزني مو 79. صار لي يومين
من البارحة لليوم أنا ما شاربة شي، ما شاربة مي. شو رأيكم؟ وتقريبا قعدت أني ساعة 6 أو ساعة 5:30 6 الصبح، قعدت ولي حد هسه أنا ما بلعب دواماتي، لأنه أخاف إذا بلعت الدواماتي وشربت شوي من مي راح أوقف على الميزان وراح ألقى وزني زاد. خلوا هذا الشي بحسبانكم. اليوتيوب المشاهدات مالته كلش قلت، فكل الأمور كئيبة. الشي الوحيد اللي دا يعجبني هو إنه أني دا أخطط على قناتي الثانية، أريد أسوي برودكاست. للي يريد يشارك بالبرودكاست راسلوني على الانستغرام راح تلقوا جوا، راسلوني على الانستغرام، خلينا نتواصل، نسوي اتصال بيناتنا ونسوي مناقشة على البرودكاست. هو هذا الشيء الوحيد اللي أنا حابته، باقي الأشياء كلها مو زينة. ما أعرف شلون القنوات الثانية مستمرين ينشرون، لأنه الضغط النفسي فشي حقيقي فشي كلش مزعج. ضيف فوقاها التعليقات. اوكي يعني ايش اسوي يعني هسه؟ شنو اسوي؟ فايه أه... راح اسوي سكجول، راح اسوي فد جدول انه كل يومية راح انزل فيديو. اذا ما كان فيديو مرتب، بس مجرد انه اخلي الكاميرا موبايل قدامي اصور وانزل لكم اياها. اليوم بعد شوي لازم اطلع للسوق، لازم اشتري بروتين، وراح اسوي لكم فيديو حتى اراويكم شنو نوع البروتين راح تشتروه. شعري دا يوقع، دا افقد شعر، هاي اخر شي بقى من شعري، هذا كله راح. شعري طويل بس خفيف كلش. خلونا لك على هذا الفيديو اللي اتمنى ما يكئبكم، بس هي هاي الحياة مو كلها سعادة. اكو ناس هواي يلتجؤون للاكل حتى يحسون بالسعادة. احنا اللي مسوين عملية ما نقدر نلتجئ للاكل، بالعكس صار لي يومين اذا اكلت هاي الحموضة تأذيني، الالم مالتها كلش قوي الى درجة انه ما اريد اكل. فوقها السترس مال الوزن، خوف من انه الوزن ينزل، التوقعات اللي خالتها. صار لي 10 اشهر من سويت العملية، خلوها ببالكم 10 اشهر صار لي من سويت العملية، ولي حد هسه وزني 79. ما ندمان على العملية ابدا، بس خلوها ببالكم 10 اشهر. اوكي ما ناوية اكل ولا ناوية. يمكن راح ابلع الدواماتي، واخذ فيتامين دي، واخذ عندي كبسول مال فيتامينات راح اخذهم، بس ما راح اكل لانه الالم مال المعدة مالتي كلش قوي، والتوتر والتفكير مزعج الى درجة فظيعة. ما دا اقدر اتحمل، ما اعرف شنو اسوي. اذا عندكم حل اذكروا لي اياه، بس اني فقدت كل الحلول. اما بالنسبة للناس اللي يقولون اوه المونتاج، ليش ما تسوين مونتاج، ليش ما تتعبين على المونتاج، ليش ما تسوين اخراج؟ مو فيلم هو حتى اسوي له اخراج. شكرا على النقد طبعا، بس هو مو فيلم حتى اسوي له اخراج. والشي الثاني المونتاج عندي مشكلة بيه، اللابتوب مالتي دا يحمى الى درجة انه من اخلي ايدي على اللابتوب ما اقدر اتحمل الالم، يعني الحرارة تشوي الحرارة. فهذا اللابتوب لازم اداريه حتى يقدر يمشيني فترة، لذلك مونتاج ما دا اقدر. فراح اصور كله على الموبايل، اتمنى ما تملون من الموبايل، وانزل لكم اياها. خلوا فوقاها فشي كلش حلو، ان الانترنت كلش ضعيف. الانترنت ضعيف بشكل الى انه فيديو مدته 3 دقائق يطول عندي ربع ساعة. اوكي الله يصبركم ويصبرنا على هذا الوضع اكسف من الكثافة. اعذروني لانه ما تشوفوني كلش طاقة ايجابية وفرحانة، بس هي الحياة، يوم لكم ويوم عليكم. بس لسه الطاقة الايجابية. اوكي
لساتها الطاقة الإيجابية موجودة، بس شلون يعني، عندنا ساعات وساعات. اوكي. طبعا اني بدلت وراح اطلع بعد شوية للسوق. ادعولي ادعولي ارجع بسلامة بدون ما القط مع كورونا. كانت وياكم نور، باي باي.